المعروف إن البطل بياخد كل حاجة، عيلة، الحرية، حب الناس. لكن في الواقع البطل مش بياخد كل حاجة. البطل ينفع يخسر كل حاجة علشان نفسه، ينفع يخسر مبادئه علشان الفلوس، ينفع يغدر من أي حد علشان نفسه، ينفع يختار اللي هو عاوزه، مش عارف المستقبل ايه اللي هيحصل ومين اللي هيموت. ينفع يعمل أي حاجة علشان الناس اللي هم أصلا بيكرهوه. البطل بيشوف حاجة اللي ناقصه فيها، زي الحرية والعيلة وحب الناس ومبادئه، لكن بطريقة غلط. ونتكلم عن الشخصيات اللي ما خدوش كل حاجة. فانت جيب اي حاجة تاكلها علشان الفيديو هيكون طويل، ويلا نبدأ. اول شخصية هنتكلم عنه وهو والتر وايت. الشخصية ده ولا هو بطل ولا هو شرير، مجرد رمادي. والتر وايت هو مدرس كيميائي، وكان مدرس غلبان قوي، والناس ما كانوش بيحترموه، وكان بيشتغل اي شغلانة علشان اهله. وكمان جاله المرض السرطان. ولكن هنشوف حاجة غريبة، ان والتر وايت مركز في البقعة المستعدة، ومش مركز مع الدكتور، وشايف ان مرض السرطان دي زي اي مرض. طب ليه مركز في البقعة يا مكسيكي؟ هو الحقيقة كان مركز في البقعة لأن هو مش عاوز يركز في الحقيقة، مش عاوز يستوعب إن هو هيموت. المعروف إن لو حد جاله مرض السرطان يروح عند عيلته، يقضي ليلة حلوة، يا إما يشوف أحفاده. فولتر وايت ما كانش مركز في الكلام ده. فولتر وايت جاله فكرة إن هو يعمل الماس، بمعنى صح المنشط العصبي. فولتر وايت قابل جيسي وعرف إن هو كان تاجر مخدرات صغير، فجاب جيسي وخلاه يكون معاه. فولتر وايت بدأ يعمل الماس مع جيسي ونجحوا، لكن كلما نجحت أكثر تزداد المصائب. وكمان والتر وايت بقى تدريجيا بقى هايزنبرج، وهايزنبرج بقى اختار نفسه أكتر ما كان مهتم لعيلته، وبقى معروف لتجارة الماس. وكمان انشهر والناس كانت مرعوبة منه. وولتر وايت بقى مشهور ومعروف، ومصيبة ان هو بيكبر امبراطورية هايزنبرج. وولتر وايت ما بقاش راجل بيهرب من الخوف، والتر وايت هو الخوف بذات نفسه، ولقبه بقى أهم من أي شخص. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. بس السرطان أكل والتر وايت أكتر من كل تركيزه في نفسه. والتر وايت الراجل اللي السرطان خد منه كتير قرر يواجه الكل اللي حوالينه بنفسه، ويظبط اللي كان نفسه يحميه. وفي الآخر مات بعد ما خلص كل الحسابات، ومات وهو شايف النتيجة اللي نفسه فيها. وتاني شخصية هنتكلم عنه وهو الراوي. الشخصية ده ولا هو بطل ولا شرير، مجرد زي أي إنسان عادي. يصحى الصبح يروح الشغل ويرجع، ويعيد نفس اليوم كل مرة. ولما الراوي بيكون ملان بيجيب حاجات ملهاش لازمة، زي الكراسي والتلفزيون وعادة السفرة وحاجات كتير قوي. وهو مفكر إن المشكلة هو التعب في الشغل في الدنيا اللي بقت سريعة، بس في الحقيقة إن المشكلة فيه هو. مع الوقت فقد الإحساس، ولا فرح فارق ولا حزن مؤثر، بس دماغه شغالة ومش سايباه يهدى. وساعتها ظهرت النسخة التانية وهو Tyler Durden. نسخة مش خايفة، بتقول اللي هو مش قادر يقوله، وتعمل اللي هو عمره ما عملها. النسخة دي اديته القوة اللي كان فاقدها، والتحكم اللي عمره ما حسه، وخلته يعمل اللي الراوي الحقيقي ما كانش عمره يجرؤ يعمله. بس الحقيقة القوة ما كانتش حرية، دي كانت هروب. وكل النسخة دي كبرت الراوي بيختفي أكتر، لحد ما وصل لحظة الصدمة، الصمت اللي فيها الحقيقة، إنك لما تهرب من ضعفك، والوحش الوحيد اللي هيضربك هو انت. وليه اختيارين بين وجع اعمق او مواجهة لنفسك، ومفيش طريقة تانية. اسوأ سجن مش الجدران، اسوأ سجن انك تعيش وانت ضايع جوه روحك، ومش عارف مين الحقيقي ومين الوهم، ومفيش امل يلمسك. تالت شخصية نتكلم عنه وهو جيسي بيكمان. جيسي ما كانش شرير، كان شاب تايه، ذكي بس مهمل، حساس بس متكسر، ودايما حاسس انه اقل من اللي حواليه. من بدري دخل السكة الغلط، مش حبا فيها، لكن لانه ملقاش حد يقوله الصح والغلط. كان دايما بيدور على القبول، نفسه حد يمسك ايده، بس اللي لقاهم كانوا شايفينه اداء مش انسان. كل خطوة في حياته كانت بتقربه من الفلوس، ولكن الابتسامة اللي كان بيبتسمها اختفت. جيسي كان أضعف واحد في المكان، بس أكتر واحد بيتوجع،
كان بيشوف الغلط وبيحاسب نفسه عليها حتى لو هو مش السبب الوحيد. خسر ناس وخسر أمان وخسر نفسه حتة حتة، وفي كل مرة بيحاول يطلع الدنيا بتشت عليه تاني. بس الفرق إن تشيسي مكسبش السلطة ولا اسم يخوف ولا فلوس زي والتر وايت، ولكن كسب حاجة واحدة بس، وهي الحرية. جيسي بيكمان مش مجرد قصة مجرم، دي قصة إنسان دخل طريق أكبر منه كتير قوي ودفع تمن غالي، بس برضه عنده فرصة. ورابع شخصية نتكلم عنه هو ديفيد. ديفيد محقق شاب لسه جديد، جاي من مدينة مليانة جرائم ومصدق إن الحماس والقانون يغيروا كل حاجة. على العكس اللي حواليه، لسه عنده أمل، لسه شايف إن الشر ممكن يتوقف لو حد واجهه. مع التحقيق مايلز بدأ يفهم إن المدينة دي مش سهل، كل قضية بيتفتح قضية، وكل خطوة لقدام بينسحب أعصابه لورا. القضية ما بقتش تمسك في المجرم، بقت تمسك فيه هو. وفي النهاية مايلز بيتحط في اختبار قاسي جدا، هل يفضل متمسك بالقانون ولا يسيب الغضب يقوده؟ كان النتيجة ضغط طويل وانفجار إنسان طبيعي. ديفيد مايلز مش بطل خارق ولا شرير، هو إنسان دخل معركة أكبر من قدرته ودفع تمن إنه كان لسه بيحس. وخامس شخصية والأخير نتكلم عنه وهو سول جودمان، جيمي ميكل، جين. سول كان واحد عادي خالص، مش غني مش قوي، بس معاه سلاح خطير وهو كلامه. لسانه حلو، دماغه شغالة، بيعرف يلف ويدور. كان فاكر ان الشطارة انك انت تمشي الدنيا مش تمشي صح. في الاول قال اهو اي حاجة وخلاص المهم اعيش، وبعدها شوية وقال ما انا كده كده دخلت السكة ما اكمل فيها شوية. سول ما كانش شرير ولا طيب، كان في النص، بس النص ده بيوقع أكتر ما بينجي. كل ما بيكسب حاجة كان بيخسر قصادها نفسه حتة، سمعة، فلوس، اسم، بس راحة لأ. بقى معروف بس وحيد، ضحكته عالية بس من جواه خوف. سول كان دايما بيجري مش من الناس، من ضميره. وفي الآخر اكتشف الحقيقة متأخرة، إنك انت ممكن تكسب الدنيا كلها، بس لو خسرت نفسك يبقى ولا حاجة. الشخصيات دول ما كسبوش كل حاجة، شخص كسب كل حاجة بس خسر صحابه، شخص كسب شغله بس خسر حريته. بس كده، اعمل لايك وفولو علشان تشوف كل جديد، وبيس.